قصة حب الحقيقة عاشت إلى الحرب العالمية الثانية كمان، يعني ضابط وممرضة. لكن ما كانش هو ده الحقيقة الغرض الأساسي، أو مش هو ده الغرض الأساسي من وجودنا هنا. هو ده كان مقدمة إيه اللي خلاني أدور في تاريخ مصر في الحرب العالمية الأولى. هو ده وجود هذه المراكب الأعداد الكبيرة جدا هو اللي خلاني أقول إيه علاقة اسكندرية بالحرب العالمية الأولى. اسكندرية كانت في الحرب العالمية الأولى من أهم المواقع الحيوية لهذه الحرب، يعني أهم موقع حيوي نمرة واحد، لأن اسكندرية كانت مستشفى الحرب في البحر المتوسط، والبحر المتوسط أثناء الحرب العالمية الأولى هو كان أهم المواقع الحربية في هذه المعركة. وبالتالي مصر كانت أهم دولة في الحرب العالمية الأولى رغم إن محدش مهتم بيها. الدولة دي كانت اسكندرية فيها، مصر كانت اسكندرية فيها مستشفى الحرب. يعني كل ما الحلفاء كلهم اللي هي فرنسا وانجلترا وايطاليا، فاكرة ايطاليا في الحرب العالمية الأولى كانت، حتى اليابان كمان كان الأسطول الياباني موجود في البحر المتوسط، كانوا وجودهم مهم جدا في اسكندريه، لان كانت اقوى دوله في العالم كانت الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه دي نقدر نقول هي كانت امريكا، فكان لازم يختاروا موقع مناسب اللي هي اسكندريه، علشان كل القوى العالميه دي زي ما انتم شايفين ده فينا اسكندريه. بص النظام والحناطير اللي واقفه والانتظام كان كل قوى العالم تجتمع هنا في اسكندريه علشان ينظموا جيوشهم وينظموا المراكب، وتبتدي المراكب تطلع تهاجم الدوله العثمانيه، والتدريبات كلها هنا، والكاجوالتيز او الحالات الحرجه والحوادث اللي بتحصل لهم في اثناء الحرب يعودوا للعلاج في الاسكندريه. فاسكندريه كانت مستشفى علاجي، يعني كل حاجه في اسكندريه كانت مستشفى. لو نتخيل ان كانت مدرسه فيكتوريا مثلا، مدرسه فيكتوريا دي كانت موجوده في وقت الحرب العالميه الاولى، كانت مستشفى. الجوامع مستشفى، الكنائس مستشفى. مدرسه سان مارك ما كانش لسه اتبنت، لكن كان مكانها كنيسه اسمها سان مارك، كانت برضه مستشفى. الشواطئ كلها في اسكندريه كانت خيام مستشفيات، حتى القطارات كانت مستشفيات. فلنا ان نتخيل الكازينو البوريفاج المشهور جدا كان مستشفى الحرب العالميه الاولى. يعني انا مش متخيل شكل اسكندريه كل حته فيها عباره عن جهاز تمريض ومستشفى وعلاج وحوادث وجرح. طيب وجود الحلفاء ووجود هذه القوى المجمعه داخل مصر، القاهره واسكندريه، الجيش الاسترالي، الجيش الهندي، الجيش الانجليزي، الجيش الفرنساوي، الجيش البلجيكي، جيوش العالم كله بتتجمع هنا. يبقى معنى كده ان اسكندريه دي بالذات او القاهره او مصر عموما هي مركز للضرب المستمر من المحور اللي هو روسيا وتركيا، وبالتالي اصبح الهدف الرئيسي لدول المحور انها تضرب مصر، لانها تضرب مصر يعني ضربت جيوش العالم كله المتجمع في مصر. الحرب العالميه الاولى يعني كان مين بيحكم مصر في هذه الفتره؟ كان الخديوي عباس حلمي. هي الحقيقه فتره الحرب العالميه الاولى مر بيها ثلاثه، ادي اسكندريه ايه، وهنلاقي كل الجيوش اللي بتبتدي دي الخريطه بتاعت البحر الابيض المتوسط، وكل الجيوش بتيجي تنزل على اسكندريه، وبعدين تبتدي تطلع تحارب الدوله العثمانيه، بالذات في مواقع اسمها مشهوره جدا اسمها جاليبولي. جاليبولي دي كانت سنتين الحلفاء بيضربوا فيها، مش قادرين. طبعا الدوله العثمانيه دوله قويه جدا، ولم يستطيعوا من خلال البحر ان يغزوا تركيا، ولكن غزوها من خلال البر، اللي سبب فتحهم ونصرهم على الدوله العثمانيه مصر. وهنثبت الكلام ده دلوقتي. زي ما انتم شايفين كله بيتجمع من اركان مختلفه في البحر المتوسط ويجي الى اسكندريه. كانت اسكندريه ودمياط وبورسعيد اهم الموانئ اللي بتستقبل المراكب اللي جايه من كل مكان.
كان لازم ابتدي اروح مكان ادور فيه على المعلومات دي، واهم موقع موجود فيه المعلومات عن مصر في هذه الفتره التي كتبت في هذه دار الكتب، دار الوثائق المصريه. وده كان اول خطوه الحقيقه من حوالي 12 سنه بعد ما طلع كتابي، يعني كتاب 10 سنين ده سنتين. كان اول خطوه ان انا اروح دار الكتب ودار الوثائق المصريه. والحقيقه انا كنت برضه يعني بستعجب من كميه الاهمال والكميه من وثائق تدينا حقوق كتيره جدا لبلدنا، ولكن الجهل والاهمال خلاهم هم ما بيقولوش حاجه، هي عباره عن حاجه مرميه كده، يقول لك شويه ورق، مع ان الورق ده فيه وسائل نقدر نطالب بيها بحقوق كتير قوي. انا قعدت فتره طويله حوالي 6 سنين في دار الكتب دار الوثائق اني ابحث في الامور دي، ايه علاقه كل الكتب ما كتب، وساعدتني بعض اللغات ان اللي كتب بالانجليزي والفرنساوي والايطالي ان انا والعربي في هذه الفتره ابتديت اصوره واعمل مكتبه عندي بالكتب دي، وهنشوف جزء منه. كان اهم كتاب الحقيقه يمكن كتاب معاصر للدكتوره لطيفه محمد سالم، كتبت عن ان الجيش المصري اتكون ازاي، عن الحرب العالميه ايه اللي حصل فيها، عن ان في لينا حق في ان مصر سلفت انجلترا في هذه الفتره سنه 1917 3 مليون جنيه استرليني. مصر ما ادتش بس انجلترا 3 مليون جنيه استرليني، انجلترا كانت، ودي يمكن الجورنال الاهرام بيتكلم عن لجنه ميلنر، ودي ايه دلائل على منها كثيره، تنازلها عن 3 مليون، ان مصر تنازلت عن 3 مليون جنيه استرليني من حساب الامانات والعقد. ده كان مكتوبه في وثيقه لجنه ميلنر ومكتوبه تنازلها. طب فين اصل الوثيقه؟ اصل الوثيقه موجود في انجلترا في البريتش ناشونال ارشيف، وكانت من الحاجات السريه جدا اللي محدش يطلع عليها، لكن هم عندهم قانون كل 50 سنه بتفتح الاسرار ويطلع عليها. اصل الوثيقه تحور كلمه suspended يعني تعليق الدين الى كلمه تنازل بالعربي. لما جم يترجموا الوثيقه اللي مكتوب، انا اضطريت اني اسافر انجلترا، انا عايش في فرنسا فمش سهل ان اروح انجلترا. الوثيقه مكتوب فيها، هنشوفها دلوقتي، الوثيقه مكتوب فيها ان الدين اللي على مصر اللي علينا لمصر يساوي 3 مليون جنيه استرليني، وسسبندد بسبب معلق بسبب الامور الحربيه، ومن حق مصر مطالبه بيها في اي وقت. ده الوثيقه الرسميه اللي موجوده في انجلترا. يحور هذا الكلام ده موجود تاني في كتاب سعد زغلول. يعني سعد زغلول قال تبرعت الحكومه المصريه ب 3 مليون جنيه استرليني، وادي معلش سريعه شويه، بيقول ان مصر سلفت انجلترا 3 مليون جنيه استرليني من حقنا ان احنا نطالب بيه. وقال ان سير ويليام برونيات ده شخصيه تاني خلاني اني اروح جامعه اسمها توتنهام عشان اجيب مذكرات ويليام برونيات اللي مكتوبه بخط ايده كلها وماضي عليها. ان دي ده سفر لانجلترا، وجبت التقرير اللي هو سبيشال ميشن، ادي اهو المكتوب 3 مليون جنيه استرليني سسبند. معلش لو رجعنا مكتوب ان هو سسبند، تم تعليق هذا الدين، وبالتالي اصبح من حقنا، لان الوثيقه دي ممضيه من 6 وزراء بريطانيين، ممضيه من، وانا جايب الوثيقه مختومه من لجنه ميلنر، مختومه من البريتش ناشونال ارشيف اللي بتعتبر وثيقه مؤكده. وبالتالي الكتابه اللي فيها بتقول ان احنا علقنا هذا الدين، ومن حق مصر المطالبه بهذا الدين في اي وقت. Egypt has the right to reclaim it. reclaim يمكن اقوى من كلمه claim، يعني الوقت مفتوح، والديون حسب القوانين لا تسقط بالتقاضي. ده اللي انا اكتشفته، لكن عايز افرجكم كمان الحقيقه. دلوقتي انا قدمت الوثيقه دي للجهات الرسميه، ويمكن من قبل الثوره اتقدمت لجهات رسميه وناس كتير، وقابلت السفير البريطاني، والسفير البريطاني قال لي احنا مش عايزين نعمل كونفليكت بين مصر وبريطانيا. قلت له والله انا مش داخل في الكونفليكت ده، لكن كان من اهم الاسباب ان الموضوع ده هزهم شويه. الحاجه المهمه الثانيه ان الجيش المصري
اللي هو لازم يحمي الدول دي كلها. ده لورد كيتشنر، لورد ماكسويل. القصه بدات ليه الجيش المصري قوي؟ تم حل الجيش المصري في عهد عرابي واعاده تكوينه تاني بعد سنتين يمكن. اهو الجيش المصري ده بعد ما اتحل بيسحب المراكب، نزل السودان سنه 1800